دخلت الفن بنصيحة من وزير سابق وتزوجت مرتين، وزواجها الثاني كان من الفنان السوري مهند قطيش. محطات في حياة الفنانة السورية ريم زينو. الفنانة السورية ريم زينو، والتي بدأت مسيرتها الفنية في العام 2004، وهي ما تزال طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، حينما اختارها المخرج الراحل حاتم علي لأداء شخصية نادية في مسلسل التغريبة الفلسطينية. ريم زينو خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة عام 2004، والتي ضمت عدد من الفنانين السوريين أبرزهم أسامة حلال، أناهيت فياض، سوسن رشيد وغيرهم. وانتسبت ريم في نفس العام لنقابة الفنانين السوريين. وأطلت ريم زينو في موسم رمضان 2021 من خلال عملين في مسلسل بعد عدة سنوات، وهو دراما عائلية معاصرة من إخراج عبد الغني بلاط، ومسلسل سوق الحرير الجزء الثاني وهو بيئة شامية من إخراج المثنى صبح. ولدت الفنانة ريم زينو في 5 يناير عام 1982 في مدينة مصياف الواقعة جنوب غرب مدينة حما، لعائلة تمتلك محل تأجير وبيع أشرطة الفيديو يحمل اسم فيديو ريم. شغف ريم زينو بالتمثيل بدأ في سن صغيرة، حيث شاركت في الأنشطة المدرسية الفنية، ومن ثم مارسته بشكل احترافي من خلال المسرح الشبيبي، وحصلت زينو في ذلك الوقت على لقب أفضل ممثلة في إحدى المسابقات. موهبة ريم زينو الفنية لفتت أنظار الفنان والمخرج المسرحي ووزير الثقافة الأسبق الراحل رياض عصمت، فنصح والدها بأن يرسلها للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية. شاركت ريم زينو في عدد من المسرحيات، نذكر منها مسرحية امرأة من الماضي ومسرحية الدرس. أما في السينما فشاركت في أفلام كيف وشلون في العام 2006، وقلوب صغيرة في العام 2007، وفيلم أيام الضجر في العام 2008، وفيلم الليل الطويل في العام 2009. المسيرة الفنية للفنانة ريم زينو ليست طويلة، خاصة وأنها اضطرت للانقطاع عن التمثيل لمدة 5 سنوات بسبب إنجاب ابنتها الوحيدة جنى، لكنها عوضت ذلك بانتقاء أدوارها بعناية في مسلسلات حققت نجاحا واسعا. زواج ريم زينو الأول كان من رجل من خارج الوسط الفني، أنجبت منه ابنتها الوحيدة جنى سلوم، وتبلغ من العمر حوالي 13 عاما. أما زواجها الثاني فكان من الفنان السوري مهند قطيش بعد انفصاله عن الفنانة السورية قمر خلف، واستمر زواجهما 8 سنوات، ولكن انفصلا في العام 2019 دون التصريح عن أسباب الانفصال. وأطلت زينو مؤخرا في لقاء قصير مع مجلة فوشيا، وسئلت إن كانت تفكر في الزواج للمرة الثالثة، فأكدت أنها اتخذت قرارا بعدم الزواج، معتبرة أنها أخذت نصيبها على حد تعبيرها. وصرحت زينو أنها في الفترة الحالية تركز كل جهودها على ابنتها الوحيدة ومسيرتها الفنية، لكنها لا تدري ماذا يحدث مستقبلا، فقد تقابل الرجل الذي يثنيها عن قرارها. وتعرضت ريم زينو في العام 2019 لحادث سير كاد يودي بحياتها، ودخلت على إثره المستشفى لتتلقى العناية الطبية اللازمة بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبور الشارع. تجاوزت مشاركات ريم زينو في الدراما السورية حوالي 30 عملا، حيث شاركت في العام 2020 بمسلسلات حارس القدس وبورتوريه. أما عن سر جمالها وتوهجها الملفت، قالت زينو بأن السر يكمن في ممارسة الرياضة فقط.